ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. هعمل لكم بقى ايه. بصوا حاجه كده، انا ده اختراعي انا والله العظيم، ولا دخلت شفت حد عاملها ولا لا، بامانه والله. حاجه كده ايه، تانك كده بسيط. هنجربه مع بعض وان شاء الله هيعجبكم باذن الله. من حاجه بنرميها. ده يعني ده اختراعي انا والله زي ما بقولكم كده، ما اعرفش حد عملها قبل كده او لا. فهنحاول ان احنا نجربها مع بعض كده ونسمي الله. بسم الله. طبعا بصوا من قشر البرتقال. انا كنت يعني والله العظيم انا اول مره انا اعمل الحاجه دي و... ودايما كنت برميه. فبس بصوا عايزه برضه اوريكم حاجه بالنسبه للحاجات اللي هي اللي بتبقى في البرتقال البيضه دي. القشر البيضه اللي هي قبل دي تتشال عشان طبعا ايه ما تمررش. بصوا حبايبي، من قشر البرتقال اللي كنا بنرميه تمام هنعمل منه ايه التانك، عصير تانك برتقال. بس اهم حاجه ان انتوا تشيلوا القشره البيضه. انا شلتها، بصوا على الاخر خالص، يعني مفيش خالص، حاجات بسيطه قوي، عشان لو سبتوها دي هتمرر معانا العصير. فهنحاول نجرب كده مع بعض ان شاء الله، وباذن الله يعجبكم. كل سنه وانتم طيبين. نقول بسم الله. دول حوالي مثلا 4-5 برطمان. تمام. عايزه بقى انت تعملي بقى بكميه اكتر براحتك. طبعا انتوا اكيد بتضحكوا طبعا، بتقولوا ايه قشر برتقال ده وبتاع، دي مجنونه دي ولا ايه؟ بس نحاول ايه، نعمل حاجه بسيطه والله وحاجه كويسه جدا، لان يعني الفايده كلها في القشر، مش في البرتقال والله، كمان الفايده اكتر في القشر. احنا حرام ان احنا نرميه. فنقول بسم الله كده. نحط بس حوالي ايه، معلقه ميه كده معاه. نجرب ايه الكبه الجديده. انا مركباها بالشقلوب معلش. بسم الله. بصوا حبايبي، ده بعد ما طحناه في الكبه تمام. نضيف عليه السكر ونقلبه. بصوا بقى لونه جميل ازاي ما شاء الله، وحاجه طبيعيه. طبعا انت لو عايزه تعملي سكر اكتر من كوبايه براحتك، هو محتاج سكر تاني عادي. نعمله مع بعض بقى، نجرب كده تانك. هنحط بقى معلقتين تانك تمام، نقلب شويه ميه وتقلبوه. مش هيحتاج بقى السكر، لان انت عاملاه بسكر اصلا يبقى مسكر. تقلبوا كده وبعد كده تصفوه. يبقى انت استفدتي برضو بالبرتقال واستفدتي بالقشر بتاعه، لان القشر بيبقى مركز ما شاء الله عن البرتقال كمان، لان الطعم والريحه والفايده في القشر. ماشي كده تمام. بصوا الجمال والحلاوه. بصوا ما شاء الله. عصير برتقال ده ولا مش عصير برتقال؟ ثواني ادوق. الله والله تحفه تحفه. بصوا يعني ما اقولكوش، عايزين بقى تعملوه بقى وهو على طول انتوا لسه مقاطعين البرتقال كده، تعملوه كده زي ما انا عملته، يا اما تجففوه براحتكم بقى. انا بصراحه ما يعني ايه، قلت اعمله لكم على طول ما جففتوش. بصوا حبايبي، لو عايزين انتوا تعملوا تانك كده على طول سريع كده زي ما انا عملته، يبقى انتوا تقشروا البرتقال وتاخدوا القشر بتاعه وتعملوه زي ما وريتكم كده قدامكم. بصوا حبايبي، لو عايزين تخزنوه مده اطول، تقشروا البرتقال وقشروا زي ما وريتكم كده، ما يبقاش فيه الحته البيضاء عشان ما يمررش، وتسيبوه مده اطول ما ينشف خالص، وتعملوه في الكبه تمام، كبه التوابل، او اللي احنا بنعمل فيها سكر بودره عشان طبعا ما تكرفش مكان توابل. يعني المهم احنا نعمله بودره خالص، يبقى زي التانك كده جاهز. والله العظيم اطعم من التانك الجاهز والله. بصوا جمال، اقسم بالله ده من قشر البرتقال. بسم الله ما شاء الله، وطعمه تحفه، طعمه جميل جدا. بصوا ما شاء الله مركز ما شاء الله ازاي. يعني ده حد يتخيل بس ان ده من قشر البرتقال؟ يعني ده حد يصدق ان ده من القشر؟ يعني مش برتقال، قشر والله. طعمه تحفه، ويا ريت لو دقتوه وعجبكم ما تنسوش تدعولي. طبعا يا بنات انا عملت كوبايه سكر زي ما وريتكم كده على كميه البرتقال اللي انا وريتها لكم دي.
بتاع حوالي 3 أو 4 برتقان القشر بتاعهم. ضربته طبعا في الكبه وحطيت عليه كوبايه سكر، قلبتهم في بعض وخدت معلقتين وعملتهم كوبايه تانج. عايزه اقول لكم مركز طعمه تحفه والله. بصوا دوقوه وهتدعوا لي ان شاء الله. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لاختكم اللايك والاشتراك وتصلوا على النبي، وان شاء الله كده نتقابل في فيديو جديد. سلام عليكم.